Happy birthday to you. happy birthday to you. النهارده عيد ميلادي وهحتفل النهارده معاكم وهنبدأ اليوم من أوله. تعالوا شوفوني أنا هحتفل إزاي معاكم. وللأسف أنا مش معايا فلوس كتير، فهجيب حاجات على قد الفلوس اللي معايا وربنا بقى يسهل بقية الشهر. أنا مرتبتش أي حاجة، كلها حاجات بسيطة ومن بيتنا. يلا بينا نبدأ اليوم من أوله ونقول بسم الله. مبدئيا كده أول ما صحيت عملت الكيكة القمر دي، كيكة بالبرتقال وحطيت فيها زبيب. عملتها كيكة خفيفة، ما حطيتش فيها زيت ولا أي حاجة، حطيت فيها البيض والدقيق بس، وكوباية عصير برتقال كده عشان تدي طعم حلو، وبشرت شوية برتقال كمان. وطبعا عملت القهوة بتاعتي، قهوة باللبن، لاني ما بحبش القهوة السادة بتتعبني جدا. وده كان الفطار بتاعي. لسه بقى هحضر للغدا. عارفين هعمل ايه؟ مفاجأة. عملت العيش الشامي في البيت، طريقته سهلة جدا وموجودة على قنوات كتير قوي على اليوتيوب، ممكن تجيبوا الطريقة من اي حد. سهل جدا، دقيق على شوية مية على معلقة قشطة مثلا على معلقة سمنة، وطبعا ما ننساش الخميرة، ونسيبه يخمر شوية، وبعدين بقى نعجنه ونفرده كده ونسويه على النار من فوق. في ناس بيسووه من تحت في الفرن، بس انا قلت مش مشكلة بقى نسويه على النار من فوق، لان دي اول تجربة ليا. شايفين جماله؟ عسل قوي. لسه بقى ايه، احط فيه الجبنة الرومي اسيحها جواه، هيبقى طعم قوي. وده كان الغدا بتاعي. شوية بقى كده انزل اشتري حاجة حلوة ليا عشان احتفل بيها. ايه التورتة الجميلة ديت؟ نزلت اشتريت تورتة جميلة كده زي ما انتوا شايفين كده. عجبني الشكل ده، بس كان نفسي الاقي شكل على شكل قلب، بس للاسف ما لقيتش دي، لكن دي اخر واحدة يعني عند الراجل. بس قلت مش مشكلة بقى، يعني قلب او مدورة مش هتفرق كتير ما دام الطعم واحد. ايه رأيكم بقى؟ وللأسف احتفلت بيه لوحدي، لأن ماما مسافرة البلد عند قرايبنا، فما كانش معايا حد غيري أنا وواحدة صاحبتي، بس مشيت قبل ما أصورها معايا في الفيديو. وده كان احتفالي بعيد ميلادي النهاردة، احتفال بسيط بس كان لذيذ. ما تنسانيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، ما تنساش. باي باي.